السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة نصلي على محمد عليه الصلاة والسلام. حدوتة جديدة من حواديت ألف ليلة وليلة لمدام مغتربة. والحقيقة الموضوع النهاردة زايد عن الحدود. زايد عن الحدود ليه؟ لأن بصراحة البث كان بث فظيع، تقدروا تقولوا بث على صفيح ساخن، او بس تقدروا تقولوا الواحد مش عارف هل هو يحاسبها عليه ولا ما يحاسبهاش عليه، هل هي كانت داريه باللي بتعمله ولا ما كانتش داريه باللي بتعمله. لو كانت داريه باللي بتعمله نحاسبها او نناقشها او نقول لها ليه الكلام اللي انت بتقولي ده، ولا ما كانتش داريه باللي عاملاه. هسيب لكم القرار ليكم في الكومنتات. انتوا ممكن تكونوا سمعتوا البث كله، انا سمعت بعض المقتطفات كده. كان الحقيقه من ضمن الحاجات الجميله اللذيذه الظريفه ان كان فيها احد المتابعات بتقول لها انت طالعه علينا يا مدام هناء بقميص النوم، فقالت لها يا فلاحه يا فلاحه، ده قميص نوم؟ انت عاميه ما بتشوفيه؟ ده بنوي بنوي ولا بنوي حاجه زي كده تقريبا، بنوي مش عارف انا بنوي يعني ايه. يعني بنوي ده ما هو في الاول وفي الاخر روب. طب الروب ده في الاول وفي الاخر هو ينفع ان الواحد يطلع فيه قدام المتابعين؟ الروب ده اتعمل عشان البيت، ولكن النهارده انت طالع على شاشه زي شاشه التلفزيون بالظبط، بتنتشر وبتخش البيوت كلها. فالحقيقه المفروض ادبا ان انا احترم المتابعين واحترم الناس اللي هي موجوده بتسمعني، ان البس الزي الرسمي اللي هو بتاع اي حد لو انا خارج رايح اقابل بعض الاصدقاء. طبعا كان في اللايف كان في حاجات على صفيح ساخن، والموضوع كان جامد، يعني كان مولع نار. معرفش الموضوع كان مولع نار لوحده ولا كان له حاجه هي اللي مولعاه نار. الحقيقه كان من ضمن الحاجات الظريفه اللذيذه الجميله اللي هي كمان الحاجات اللي هي الشخصية اللي بتحصل في اوض النوم اللي ما بتتقالش، وبتقول ان رضا كان بيطلب منها طلبات غريبة. ايه الطلبات الغريبة المريبة؟ ان هو كان بيطلب ان هي تلبس له قميص نوم والكلام ده كله. طيب هو ناخد الموضوع سنة سنة. هو لما رضا يطلب منها او اي زوج، يعني بلاش رضا، يطلب من مراته ان هي تلبس قميص النوم، هل هو كده اخطأ؟ طب هو انت المفروض ان انت لما كنت بتقابليه يا مدام هناء كنت بتقابليه بايه؟ بالمنطلون الجينز ولا كنت بتقابليه بايه؟ كنت بتقابليه بلوزه قطن ومنطلون جينز ولا حاجه؟ ما هو ده الطبيعي. يعني هو لما بيطلب حاجه زي كده هو اكيد هو انسان سوي. انما لما انت اللي تعلقي على الموضوع ان هو كان بيطلبه وانت شايفه ان هو حاجه كذا، يبقى انت اللي مش سويه. انما ده الطبيعي ان اي حد لما بيتقابل مع زوجته بتبقى بقميص النوم وممكن من غير قميص النوم، ولكن في الاول وفي الاخر يعني حته طلب القميص النوم دي ما فيهاش مشكله خالص. طيب عامه المهم ازاده المبله يعني طين، وبتقول لك ده هو كمان كان بينام في اوضه وانا بنام في اوضه. طيب لما ناخد الموضوع من الناحيه يعني العقلانيه شويه او نحسها بالعقل شويه، المفروض ان انت في الفترة دي كنت يعني تقدري تقولي مشاعرك يعني وهو في نفس الوقت مشاعره واخده بالك. ففي الاول وفي الاخر اكيد انتوا ما استحملتوش ان انتوا حتى تخشوا اوضه النوم. انا بتهيألي يعني انا من وجهة نظري ان انتوا على الاقل خالص ما لحقتوش تخشوا اوضه النوم، يعني في الصالة. فانا بتهيألي ان الموضوع مش مظبوط، لانه في الاول وفي الاخر المفروض ان الحاجه دي احنا اتجوزنا عشانها. فانت في اوضه وهو في اوضه، مش عارف، الله اعلم. من ضمن الحاجات اللذيذه الظريفه الجميله اني مدام هناء كانت كل شويه تقول له هو انت اسمك ايه؟ يقول لها انا اسمي رضا. تقول له اوه معلش اصل انا بنسى اسمك. بعد يومين تقول له اسمك ايه؟ يقول لها اسمي رضا. يقول له معلش اصل انا بنسى اسمك. طيب عامة يعني هل يعقل في الدنيا يا جماعة ان واحدة اتجوزت النهاردة تنسى اسم جوزها بكرة؟ طب هل يعقل يا جماعة يعني اصل انا دلوقتي الكلام ده كلام دل على ان هو بتستخف بالمتابعين اللي بيسمعوه، والله العظيم.
يعني دل على انها بتستخف بالمتابعين اللي هم بيسمعوها يعني. هل يعقل ان واحده النهارده كتب كتابها على فلان تنسى اسمه بكره؟ ولكن يلا من ضمن الحشو اللي هو عشان البث يطول يعني. طيب من ضمن الحاجات اللي بتقول لك ايه، واحنا في اسبانيا عبير خدتنا ودتنا بارات وحاجات، لقينا الناس فيها لابسه حاجات مش كويسه وفيها شرب وفيها والكلام ده كله. طيب انا هعتبر ان الموضوع زي ما حضرتك بتقولي وبتصدرهن. طيب هو المفروض ان عبير لما تقول لك على الكلام ده او تعزمكم انتوا الاثنين على الكلام ده عادي، ولكن انت من حقك ترفضي او تقولي او لا براحتك. مش عاجبك الموضوع ما تروحيش، ولكن في الاول وفي الاخر طالما رحتي يبقى انت كان عاجبك الموضوع ونفسك تمليطي ونفسك تشربي بقى وتظبطي الدنيا عشان تروحوا تحتفلوا انت ورضا. يعني ما حدش بيغصب على حد حاجه، فالمفروض دي ما تتقالش، لان في الاول وفي الاخر الست بتوجبك بطريقتها او بتوجبكم بطريقتها، ولكن من حقك ان انت تقولي او لا. كلمت في بعض الحاجات الظريفه اللذيذه الجميله وقالت اتجوزت سوري 15 سنه، ولكن المصري ضربني على قفايا وخد اللي ورايا واللي قدامي ونصب عليا. الحقيقه برضو من ضمن الحاجات احنا ما شفناش يعني ان رضا خد من عندك يعني الماليه، او انه خد من عندك يعني اللي ما حدش خده. طب ما هو كان بيطلع معاكي برضه في البثات وبيطلع معاكي في اللايفات وبيطلع معاكي في الفيديوهات وبيعمل معاكي كل حاجه والدنيا. يعني يا ست اعتبر ان ده نصيبه حتى في القناه، مفيش مشكله يعني الراجل ده كان المفروض له نصيب يعني. انما لما تطلعي تقول النهارده بيصرف بفلوسي وبيعيش بفلوسي، وانت على اساس ان انت كنت سايبه له فلوس ايه يعني؟ ولا كان بيتاخد من وراكي ايه؟ ولا انت يتاخد من وراكي اصلا ايه؟ طيب عامه وتقول لك ان هو طلع راجل اشطر من السوري، مع ان السوريين شطار، ولكن الراجل المصري ده اللي فقعني على دماغي وغيبني وضيعني وخد فلوسي كلها وضيعني وخد فلوسي كلها. طيب من ضمن الحاجات بقى اللي هي برضو يعني مش ظريفه خالص، بتقول لك لما كنت ببقى قاعده في وسطهم ما بيني وما بين رضا، هي وعبير، ما بين رضا وما بين عبير، كان في بيحصل بعض الحاجات اللي انا مش واخده بالي منها. كنت في الفتره دي مش واخده بالي منها، ولكن بدات اخد بالي منها في الفتره الاخيره. ايه يا ستي الحاجات اللي كان تقعد تتكلم تقول انا لازم انا عايز اروح للدكتور اللي هو بتاع التجميل عشان اصغر صدري شويه، مش عارف واعمل انحت الحته دي، اعمل الحته دي. هو يرد عليها يقول لها لا انا شايف ان كده كويسين وكده مش محتاجين نحت ومش محتاجين بتاع. وانا كنت قاعده زي الهطله ما كنتش فاهمه حاجه، بس بعد كده فهمت بقى ان هم كانوا بيظبطوا الدنيا لبعض، يتصغروا تكبروا تشوفوا المقاسات اللي تعجبه. الحقيقه كلام بصراحه كلام ما يطلعش، وكلام ما ينفعش، وخوض في الاعراض، وكلام مش لذيذ خالص. ولكن في الاول وفي الاخر احنا بننقل لكم صوره وحاجات اتقالت في البث. من ضمن الحاجات برضو اللي اتكلمت فيها ان هي كان من ضمن الحاجات ان رضا قلبها في فلوس قرض وفلوس حاجات كده كانت المفروض تندفع والكلام ده كله. الخلاصة ان هي شرجت الراجل اللي كان عمال مطوعها وعمال يقول لها حاضر نعم تحت امرك يا نوجة العسل والكلام ده كله. الحقيقة كان بس تقدروا تقولوا على صفيح ساخن، كان في حاجات كتيرة الواحد والله مختش يتكلم فيها. عامة يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش باللايك الجميل لو انت وصلت لاخر الفيديو. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.